يعني انك برزت بسرعه كبيره وبعدين تراجعت؟ ما في سبب في البروز الا يعني زي ما تقول يعني كموهبة من الله الحمد لله. وسبب ان تراجع المستوى الظروف وليس من نواف العابد. واحب اعطي نبذه للهلاليين انه يحسبوني انا عشان وقعت العقد انه خلاص اخذت فلوسها، بس احب اقول لهم ترى انا جددت وكان باقي لي سنتين اصلا، بس الهلال الغى سنتين وجددت معهم. وسبب ضرب مستواي ظروف بيني وبين الله، ما يحتاج والله يستر على اللي كان قاعد لي في النادي يعني. الحمد لله رجعت نواف اول. نواف اسئله كثيره، انت تقول في احد قاعد لك، من اللي قاعد؟ لا ماني بقايل لك. ليش؟ لا بس بيني وبين الله خلاص، الله يستر علينا وعليه، راح الرجال بخير وشر الحمد لله. طيب مدرب ولا اداري بس؟ لا اداري ولا مدرب؟ شخص الله يستر علينا وعليه. طيب ليش كان قاعد لك؟ انت تتصور ليش بدون ما تقول اسمه؟ طيب ها ما نبقى الاسم، انا ما ادري. طيب. انا ليش كان قاعد لك؟ ما ادري، هذا سؤال ما اقدر اجاوبك عليه. طيب وجود يعني شخصيات بحجم الامير عبد الرحمن، بحجم ايضا مدربين مروا على الفريق، ما كان كافي انهم يعطونك انت، يوقفون معك، يعطونك الفرصه؟ كلها كانوا يوقفون معي، بس الفتره هذيك ما كان متواجدين معنا في النادي، وكنت انا الضحيه في النادي. اي شيء يصير للهلال الضحيه نواف العابد. السالفه راحت وقديمه واكبر من كذا، وبدأت صفحه جديده وبدأت تحدي جديد بيني وبين نفسي، وهذا قد التحدي. لا تصدقونا بصراحة أبدا ما كنت أنت سبب في هذا التراجع. في ناس تقول مثلا أنه كان عندك غياب عن التدريبات، عندك شغلات معينة. ما كان عندي غياب أبدا، بس الناس يعني عندنا مجتمع الله يهديهم ضحف ذا تويتر ويصدقون كل شيء. يعني لو أنا غيب عن التمارين كان ماشي الحين يعني. أصلا اللي غيب عن التمارين أصلا يصير له عقاب، هذا أول شيء. والحمد لله إني ما غبت عن التمارين، حتى لدرجة إني نزلت انفرادي كنت أحضر قبل اللعيبة يعني. من اللي نزلك انفرادي بعد ما تبي تقول؟ لا ما يبقى حاضرين كلنا سعودي. مبروك حصولك على أفضل لاعب خليجي. بالله نواف، الحين هي مفروض أنها تكون دافع لك إلى ما هو أبعد. شو اللي تفكر فيه في المستقبل؟ أكيد أول شيء الحمد لله رب العالمين إنه أخذت الجائزة، وهذه زي ما قلت إنها دافع لي. الواحد يفكر إنه يصير أفضل لاعب في آسيا زي ما أخذ زميلي وأخوي ناصر، فما هي بصعبة علينا. طيب أنت انتقدت الجماهير وزعلوا منك يوم قلت الجمهور ما يحضر قاعد وزعلوا منك. ما زلت مصر على رأيك ولا ما المحبين لكرة القدم ما يزعلون من ذا الكلام. ليش ما يزعلون؟ أكيد يعني تعال استمتع، حفز اللعيبة. يعني أنت قاعد جالس في بيتكم تنتقد العالم، تعال طيب أزر العالم شوف ايش راح يسوون. في أسماء كان مفروض أنها تكون موجودة في القائمة اللي مضت، ما تواجدت في القائمة. منتخب يعني؟ إيه؟ والله أنا لو مدرب ما ألام، يعني لعيبة سعوديين كثيرين كلهم كويسين موهوبين، ما تقدر يعني تحط ال11. ما تقدر تصدع. طيب عشان غير 11 في ناس كانوا يستهلون. أكيد في ناس كثير يستاهلون، بس تسألني مين؟ إيه أنت تبغى تصل هالسؤال، أنا ما أقدر أجاوب كثير مين. هذا في مدرب في قناعات كثيرة. كاس الخليج انتهت بخيرها وشرها، لكن خلنا نقول بصراحة نواف، من اللي خلاكم أو من المتسبب في خسارتكم للقب وأنتم كنتم تلعبون على أرضكم وبين جماهيركم؟ ما في متسبب ولا شيء، كنا إحنا جميع اللاعبين نتحمل مثل الخسارة، وكنا حق بالفوز. بس مبروك منتخب قطر، منتخب قوي والحمد لله.